خلصت الصورة؟ اي خلصت. أكثر واحد يصور. اكثر واحد؟ لا والله مو اكثر واحد، كثير صار. محمد بصراحة تفاجأت انك مش اساسي المباراة اللي راحت؟ لا والله مو بذاك التفاجؤ، لاني حتى ما بديت في المباريات الودية، كان بالعكس عادي، كنت اشجع زملاء اللاعبين للامانه، يعني كنا مجموعه واحده، حتى كل اللاعبين اللي كانوا في الاحتياط يعني كلهم يلعبون، يعني موجودين بروحهم وتشجيعهم للاساسيين، فان شاء الله انها ان شاء الله انها تستمر الروح هذه. المستوى الشخصي كنت تتوقع تنزل في الشوط الثاني؟ والله ما اكذب عليك، كنت اتوقع، لكن ما الله اراد، والحمد لله على كل حال. فك التكتل الدفاعي امام المنتخب الاردني اللي اعتقد كاني اشوفها صورة كربونية من مباراة سوريا، شلون بتفكونه محمد؟ صح يعني يمكن المنتخب الأردني يلعب بطريقة دفاعية يعني نوعا ما، لكن إن شاء الله يعني بروحنا وقوتنا إن شاء الله، والنوع التكتيك اللي بندخل فيه نسمع توجيهات المدرب، إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. اليوم إحنا في 2011 11 سنة عن بيروت، مكان وجود محمد في آسيا كأول ظهور لمحمد بصراحة، لما قعدتوا مع أبو خالد إيش الميزة في ناصر الجوهر اللي ممكن حتختلف عن السيد بوسيريو؟ ما ننتقص اللي راح، لكن ايش الميزه اللي عند اللي جاي؟ اول شيء شوف، بعد المباراه على طول يعني ذكرت زمان اللاعبين، قلت شيء انا عايشه اللي هو في كاس اسيا 2000 خسرنا 4، وحتى اني كلمت المدرب، يعني ما كنت ادري انه يعني بيمشي، كلمته وقلت يعني لا تيأس، يعني كاس اسيا 2000 يعني كنت مع المجموعه، وكنت لاعب اول مباراه خسرناها ب4 ولعبنا مباراه نهائيه، فان شاء الله ربي يوفقنا. طبعا عن ابو خالد يعني الكل يعرف انه غني عن التعريف، وللامانه يعني فنيا ممتاز جدا، جميع اللاعبين يعني مقتنعين في ابو خالد انه فنيا راح ينفعنا وراح نستفيد منه، لكن ان شاء الله يعني ابو خالد حتى يحتاج مساعدتنا اننا كلاعبين، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. شوف لا زياد، عطنا اكثر واحد، يلا مشينا وبسرعه، ايش فيك مستعجل؟ زملاء في الباص كلهم صعب صعب ينتظرون كثير. عبد الله